ممكن بالذكاء الاصطناعي تقدر تصور تحت الميه. خليني اعرفك قبل ما نبدا التجربه المجنونه دي بسلسله الاوبو رينو 13، والمره دي معانا تليفونين، ال 13 5G وال 13 اف 5G. التليفونين بيجوا بتصميم مجنون زي ما انت شايف كده، بصمه في الشاشه اللي بالمناسبه هي 120 هرتز، واداء اسطوري في الالعاب بسبب البروسيسور اللي موجود في كل واحد فيهم. ازاي بقى التليفونين دول قدروا يعملوا اللي ما عملوش الايفون 16؟ كل الناس اللي بتستخدم ايفون عارفه ان في ميزه اسمها لايف فوتو، مش كده؟ اللي اكتشفته بقى ان التليفونات دي هي كمان فيها لايف فوتو. من اول ما هتصور اي صوره هتلاقيها متحركه بالشكل ده. هو ده بقى محمد اللي انت عامل الفيديو عشانه؟ لا طبعا. لو بتصور صوره وتهزت منك مثلا عن طريق الذكاء الاصطناعي في ميزه اسمها امبلو. الميزه دي حرفيا عن طريق الذكاء الاصطناعي هتشيل لك كل البلور اللي موجود في الصوره. طب افرض الصوره مش عاجباك، تقدر تعلي الكواليتي بتاعتها بالذكاء الاصطناعي. صورت صوره قدام المرايه وفيها انعكاسات، عادي جدا بالذكاء الاصطناعي برضه هتشيل. اما الاي اي ستوديو فده الابداع حرفيا، مجرد بس انك تحط صورتك وبوم يطلع لك كل الصور. وكمان الاي اي موشن اللي بيحرك لك الصور، زائد ميزه الاندر ووتر فوتوغرافي اللي بتخليك تصور اي حاجه تحت الميه انت عايزها. كل اللي هتعمله انك تفتح الكاميرا وتفعل ميزه الاندر ووتر فوتوغرافي، كده تقدر تصور اي حاجه تحت الميه. التليفون هيطلع طبعا فيه ميه عادي جدا، هيعمل شويه اهتزازات وبعد كده التليفون هيشتغل عادي جدا. ميزه مجنونه مش كده؟